بصوا يا جماعه، هحكي لكم حاجه كده سريعه مش لاقيه لها تفسير. انا كنت قاعده مستنيه بنتي عشان تخلص الدرس وتطلع. المهم البيت اللي قصادي ده زي ما انتم شايفين شكله. فجاه كده لقيت باب البيت ده قاعد يتهز ويترج بطريقه غريبه جدا، اكن حد عايز يفتحه بالعافيه او هيتخلع. المهم انا قلت يمكن حد هيطلع منه. ففضلت طبعا قاعده شويه كده، مفيش طبعا حد طلع. رحت قمت كده من مكاني. كنت عايزه اروح ايه، يعني اقرب ناحيه البيت كده اسمع طب هو في حد جوه، بس هو شكله ما يوحيش ان في حد جوه خالص. بعدين قلت يمكن في كلب مثلا، قطه نطت جوه البيت وبتحاول تخبط في الباب تطلع. فلقيت ان البيت من فوق فيه سقف، يعني في سقف اصلا، يعني مش منط ان حاجه تنط تخش جوه. لان في حاجات مرميه فوق السقف وظاهره، فمعنى كده ان ده مش مفتوح. وبعدين الارتفاع زي ما انتم شايفين ارتفاعه عالي، يعني ما فيش حاجه هتعرف تتسلق الحيطه دي وتطلع عليها. المهم بعد كده لما وقفت كده شويه، حاولت ان انا كنت عايزه اقرب من الباب اسمع وكده او اشوف ابص. بعدين وانا ببص طبعا يمين وشمال، هو الشارع ده اخره سد، مفيش يعني مكان تعدي منه. فانا ببص كده. المهم بصيت كده وانا لسه هقرب من الباب، لقيت نفس الحركه عملت مره تانية. الباب قعد يتهز جامد قوي قوي قوي. رحت انا رجعت لورا طبعا. ورحت مسكت التليفون قعدت اصور. والباب بصوا معلهوش اصلا لمبه، يعني ما يوحيش ان في حد اصلا ايه قاعد جوه او عايش في المكان. والشبابيك طبعا غريبه خالص، كلها تراب ومبهدله. البيت حواليه اصلا كله بهدله وتراب، يعني ما فيش حد عايش جوه. اهي الشبابيك كده، في شباك بقى تاني وانا بصور كده في نور عمال ينور ويطفي زي ما انتم شايفين. لما ببعد التليفون عن النور ده بيختفي النور ده بيختفي، يعني هو ظاهر بس في التصوير. ولما جيت خدت بنتي وانا ماشيه فببص على الشباك اللي كان فيه زي لمبه بتنور وتطفي، لقيت اصلا الدنيا كحل جوه، يعني ما فيش اصلا حاجه بتنور وتطفي، هي كانت ظاهره بس في التصوير. فبصراحة أنا كنت بقف لبنتي على أول الشارع وبقول لها تطلع لي بره. ببقى معاها على التليفون يعني. فطبعا من بعد الموقف اللي حصل دوت، أنا قلت لا مش هسيبها طبعا إن هي تطلع. قلت لها تفضلي مستنياني لحد ما أجي أنا أخدك من جوه. الشارع فيه بيوت تانية، في بيوت يعني في بيوت، هو مش البيت ده الوحيد، لا في بيوت موجودة. بس في كده يعني مش عارفة، يعني أنا مش لاقية تفسير بصراحة للي حصل ده كله.